كل الناس بقى عندها نفس مشكله البطاريه دي، وكل شويه حد يجي يقول لي اعمل ايه في الموبايل اللي بقاش يكمل معاه اليوم زي الاول. فهو ده طبيعي ولا احنا اللي بنستخدم الموبايل غلط؟ في الفيديو ده هقول لك شويه خطوات بسيطه تحسن من اداء البطاريه وتزود في عمرها بحيث انها تكمل معاك اليوم وتعيش معاك لفتره اطول. بس في الاول كده لازم نفهم اصلا طبيعه البطاريه الليثيوم اللي هي اصلا بقت موجوده في اغلب الاجهزه اللي حوالينا دلوقتي زي الموبايل واللابتوب والتابلت وغيره. يعني البطاريه دي مصممه عشان تديني وقت قد ايه او سكرين اون تايم قد ايه، ومصممه عشان تعيش معايا قد ايه او تعيش معايا كام سنه. اول حاجه البطاريه مصممه اصلا عشان تديني سكرين اون تايم قد ايه، دي بيحددها عوامل كتير جدا اولها سعه البطاريه بتاعتك. واظن ناس كتير كده عارفه المعلومه دي، وان سعه البطاريه اساسا بتتقاس بالملي امبير. واكيد كل ما الرقم يعلى او كل ما عدد الملي امبير في البطاريه يعلى كل ما البطاريه تقعد معاك اكتر. وده مش ده اللي بيحدد بالظبط، بس ده عامل من العوامل. يعني طبعا السوفت وير بيحدد والمعالج وهو كام نانومتر والكلام ده كله، بس اهم عامل هي البطاريه اصلا كام ملي امبير. يعني مثلا 4000 ملي امبير مش هتقعد معاك زي 6000 ملي امبير. كل ما عدد الملي امبير يعلى او كل ما سعه البطاريه تعلى كل ما البطاريه دي تكمل معاك فتره اطول في شحن واحده بس. فانت اعمل سيرش بسيط كده شوف سعه البطاريه بتاعتك قد ايه وبعدين تعالى كمل الفيديو. تاني حاجه البطاريه مصممه عشان تعيش وقت قد ايه من الزمن او تقعد معاك كام سنه. وهنا بقى لازم نفهم طبيعه البطاريه الليثيوم اللي هي اصلا موجوده في اغلب الاجهزه في الوقت الحالي. البطاريات الليثيوم دي او البطاريات الحديثه دي عمرها الافتراضي بيتقاس بعدد دورات الشحن الكامله. يعني ايه عدد دورات الشحن الكامله او يعني ايه اصلا دوره شحن كامله؟ يعني لما تحط الموبايل بتاعك في الشاحن وتسيبه من 0 ل 100% او يبقى فاصل معاك شحن تماما، او مش شرط يكون فاصل معاك شحن تمام، بس يعني دوره الشحن الكامله دي انك تسيب الموبايل بتاعك في الشاحن من 0 ل 100%، هي دي دوره الشحن الكامله. هي مش بتتقاس كده قوي بس هو ده اقرب مثال للموضوع. يعني عشان كده دايما اخواتنا بتوع الايفون يقول لك اشحن تليفونك من 20 ل 80% بس، ما تزودش عن كده عشان تحافظ على صحه بطاريتك. ويعني هو للاسف هو ده كلام صح، فاسمع من بتوع الايفون لان هم بيخافوا اصلا هيلث البطاريه بتاعهم يقل عن 90%، ودي بالنسبه لهم مصيبه كبيره عشان يعرفوا يبيعوا التليفون بعد كده. بس خليني اعدل على كلامهم شويه واقول ان مش شرط يعني نحجم نفسنا قوي من 20 ل 80% بالظبط. يعني اصلا الشركات بقت تحاول تزود عدد دورات الشحن للموبايلات والبطاريات بتاعتها، فانت ممكن تقول مثلا لما توصل معاك من 15 ل 20% تبتدي تشحنها لحد ما توصل معاك من 85 ل 90%، وده كويس برضه على صحه البطاريه عامه وهتقعد معاك فتره اطول ان شاء الله. بس حاول دايما لما تحط تليفونك في الشاحن انه ما يوصلش 100% عشان ما تتحسبش عليك دوره شحن كامله. الناس بقى اللي بتستخدم الشواحن ام 50 جنيه اللي جايبينها من المترو واللي جايبينها من عند عم احمد اللي جنب بيتهم وبيقولوا البطاريه بتخلص بسرعه، الشواحن الغير اصليه يا جماعه بتدمر البطاريه ودايره الشحن والانبوت كنترولر المسؤول عن تنظيم الكهرباء داخل التليفون اصلا. فمعلش تعالى على نفسك شويه وهات شاحن اصلي غالي متوافق مع سرعه شحن تليفونك، وحط تحت سرعه شحن تليفونك دي يعني خطين ثلاثه كده. ليه؟ لان لما يبقى الشاحن متوافق مع سرعه شحن تليفونك انت اولا مستفاد بسرعه الشحن دي، بدل ما تليفونك هيشحن في ساعه او بدل ما يشحن في ساعتين هيشحن في ساعه، بدل ما يشحن في ساعه هيشحن في نص ساعه. وفي نفس الوقت انت بتحافظ على بطاريه التليفون اصلا هو متوافق. يعني لو مثلا الشاحن بيشحن 30 واط فبطاريه تليفونك بتستقبل ال 30 واط، لو هو بيشحن مثلا 20 او 25 فبطاريه تليفونك برضه بتستقبل ال 20 او ال 25 دول بدون اي مشاكل. انما لما تجيب شاحن اصلا بيشحن 10 واط وانت بطاريه تليفونك المفروض انها يدخل لها 30 واط او اعلى من 30 واط كمان، انت كده مش مستفيد اولا بسرعه الشحن، ثانيا انت بتدمر البطاريه. البطاريه الليثيوم دي عايزه ان الواحد يحافظ عليها شويه، ما يحطهاش في درجه حراره عاليه جدا وما يحطهاش في درجه حراره قليله جدا، ويعني هنتكلم في الموضوع ده كمان شويه. بس خلينا بقى دلوقتي نتنقل لحاجه مهمه وبتفرق جدا في وقت وسرعه استهلاك البطاريه، وهي الشاشه. الناس اللي دايما مخليه سطوع الشاشه بتاعتها 100% خاصه تحت الشمس او تحت الحراره الشديده او لو الجو حر، يعني ده غلط جدا يا جماعه والله. ولو انت من الناس دي فانصحك تفعل وضع الاوتو برايتنس او اللي هو السطوع التلقائي، بحيث ان انت لما تخرج بره او يكون في اضاءه عاليه حواليك التليفون لوحده او الموبايل لوحده يعلي البرايتنس بتاع التليفون بتاعك ل 100% او 80% او على حسب هو شايف ايه السنسور بتاع التليفون ده. ولما تبقى في مكان ما فيهوش اضاءه او ما فيهوش شمس او ما فيهوش نور يقلل البرايتنس بتاع التليفون، ودي يعني هتوفر معاك جدا في البطاريه بدل ما انت على طول سايب البرايتنس بتاعتك على 80 و100 وبتروح البيت في الاخر تليفونك فاصل شحن اصلا. فالافضل انك تخليها اوتو برايتنس. لو انت معلي البرايتنس بتاعتك على الاخر على طول فالافضل انك تخلي الشاشه بتاعتك تحدد البرايتنس بتاعتها بناء على الظروف اللي حواليها. وتاني حاجه خلي السكرين اون تايم او الوقت اللي انت الشاشه بتفضل منوره فيه بدون ما تتفاعل معاها او تلمسها من 15 ل 30 ثانيه، والافضل انك تخليها 15 ثانيه بالكتير. يعني بلاش الربع ساعه والنص ساعه والثلاث دقائق والحاجات اللي الناس بتعملها دي. انا ما اعرفش يعني انت دلوقتي اصلا مش بتستهلك التليفون او سايب تليفونك بعيد عنك، ليه تخليه يفضل شغال؟ طب ما تعملها 15 ثانيه اول ما تسيب تليفونك وتركنه خلاص الموبايل بيفصل. ده لو انت بتنسى تقفله يعني عامه، والموضوع ده هيوفر معاك جدا في البطاريه. وكمان مهم بقى قوي تستخدم الدارك مود. شفت يا عم؟ خاصه لو شاشه
شاشتك اوليد او اموليد. ليه؟ لان طبيعه الشاشات دي اصلا انها بتنور البكسلات الفاتحه وبتقفل البكسلات الغامقه، يعني اللون الاسود بيبقى قافل تماما، يبقى الشاشه مش منوره او البكسل مش منور في اللون الاسود او في البكس او في الجزء من الصوره اللي لونها اسود. فانت لما تخلي الشاشه بتاعتك دارك مود او تخلي النظام بتاعك او السوفت وير بتاعك كله دارك مود، انت مش حاسس اساسا البطاريه مش بتستهلك، لان في بكسلات كتير جدا في الشاشه مقفوله اساسا، اللي منور بس هو اللي انت محتاج تشوف له الوان. ودي برضو يعني نقطه مهمه جدا. والتطبيقات بقى بتستهلك جدا من البطاريه على فكره عشان تبقى عارف يعني. فانت ممكن تدخل على السيتنج، بعد كده تدخل على اعدادات البطاريه، هتلاقي تشارت كده فيه كل التطبيقات بتاعتك وكل تطبيق بيستهلك قد ايه بالظبط، وقعد سكرين اون تايم قد ايه بالظبط من البطاريه بتاعتك، خد سكرين اون تايم قد ايه، وفي نفس الوقت استهلك بطاريه قد ايه طول ما هو مفتوح او مقفول. لان في تطبيقات اصلا بتستهلك البطاريه حتى وهي مقفوله، ودي اسمها باك جراوند ابس او الاوتو ستارت ابس او تطبيقات الخلفيه، ايا يكن على حسب السوفت وير اللي انت بتستخدمه وعلى حسب اللغه عربي او انجليزي. ممكن بقى تحط التطبيقات اللي بتستهلك بطاريه كتير جدا او بتستهلك بطاريه بشكل كبير في وضع الباتري سيفنج، وفي نفس الوقت ممكن تخلي الباك جراوند ابس بتاعتك دي او او التطبيقات اللي بتشتغل في الخلفيه من غير ما انت تبقى حاسس، زي الواتساب والفيسبوك وتيك توك، كل التطبيقات اللي انت بيجي لك منها نوتيفيكيشنز او بتحاول تخليك تبقى كونكتد بالعالم من غير ما ما انت تبقى حاسس. ممكن بقى من الاعدادات تحط التطبيقات او الباك جراوند ابس بتاعتك دي في وضع ريستريكت، بحيث ان انت اما تقفلهم ما يستهلكوش اصلا طاقه من البطاريه ولا يستهلكوا بيانات، ما يستهلكوش داتا يعني عامه. بس خلي بالك بقى من النقطه دي، لان انت اصلا لو حطيت التطبيق ده في وضع ريستريكت فانت مش هيجي لك منه نوتيفيكيشنز تماما الا لما تفتح التطبيق. يعني لما تفتح واتساب بس هيجي لك كل الناس اللي بعتت لك، طول ما انت بره الواتساب هو مش هيبعت لك اصلا نوتيفيكيشن، لانه مش هيبقى متصل اصلا او مش هيبقى متصل بالداتا، انت حاطه في ريستريكت يعني حاجزه تماما عن الموبايل لحد ما تدخل عليه يقوم يشتغل. وصلت؟ يعني من الاخر اول ما تفتح الابلكيشن هتلاقي كل النوتيفيكيشنز جات لك مره واحده، وكل الرسائل اللي ما وصلتكش وصلتك مره واحده. بس في حل تاني الطف شويه وبيحسن اداء البطاريه والاستهلاك لو انت مش حابب انك تحط التطبيقات دي في وضع ريستريكت، وهو وضع الادابتيف باتري. والوضع ده بقى بيخلي استهلاك البطاريه يقل جدا، ويقلل التطبيقات اللي بتشتغل في الخلفيه او يقفلها تماما في الوقت اللي انت اصلا مش بتستخدم فيه الموبايل، سواء وانت نايم او وانت بعيد عن الموبايل او في اي وقت، او لو انت في شغلك مثلا، فبيخلي التطبيقات دي ما تشتغلش اصلا او بيحجم استهلاك التليفون للبطاريه في الاوقات دي. بس خلي بالك عشان تبقى عارف، هو مش بيشتغل كويس اول كام يوم لحد ما الموبايل بتاعك يعرف طبيعه يومك، طبيعه شغلك، بتنام امتى، بتخلص شغل امتى، الكلام ده كله. اول ما تفعل وضع الادابتيف باتري هو مش هيبقى تماما يعني، او ممكن تلاقيه كمان بيستهلك بطاريه زياده لحد مثلا اسبوع كده ولا حاجه، هيبتدي يتعرف على طبيعه يومك، انت مثلا بتنام من الساعه كذا للساعه كذا، بناء بقى على البيانات دي كلها هو بيبتدي يوقف التطبيقات في الاوقات اللي انت اصلا مش بتستهلك فيها الموبايل. واكيد ده هيوفر معاك جدا في البطاريه، لان كل ما الباك جراوند ابس دي تفضل شغاله في الاوقات دي طبعا ده بيبقى حمل على البروسيسور، وكل ما البروسيسور يبقى شغال كل ما استهلاك البطاريه بيزيد. وبالنسبه بقى للواي فاي والبلوتوث والان اف سي والحاجات والجي بي اس والحاجات اللي انت سايبها شغاله على الفاضي وعلى المليان دي، يا ريت تقفلها في الوقت اللي انت مش محتاجها فيه، عشان اكيد الحاجات دي بتستهلك من بطاريه الموبايل جدا جدا، بتستهلك من الطاقه عامه يعني. هتقول لي ازاي؟ هقول لك لو مسكنا مثلا حاجه زي الواي فاي، طول ما انت في البيت وكونكتد بشبكه معينه او شبكتك المنزليه او الواي فاي المنزلي بتاعك، هو مش بيعمل سيرش على باقي الشبكات اللي حواليه الا لما انت تدخل الاعدادات وتعمل سيرش على باقي الشبكات اللي حواليك عشان تكونكت بشبكه ثانيه. انما اول ما يبقى ديسكونكتد او يقطع الاتصال بشبكه الواي فاي بتاعتك، او تخرج بره البيت يعني عامه، او يبتدي يعمل سيرش طول ما انت ماشي على الشبكات اللي حواليك، بحيث ان هو اول ما يلقط شبكه انت كاتب لها الباسورد بتاعها يعمل كونكت لوحده. وعمليه السيرش دي استهلاك للمعالج واستهلاك لطاقه البطاريه بشكل كبير جدا وانت مش حاسس اساسا. فالافضل انك تقفل الواي فاي طول ما انت بره، اول ما توصل البيت مفيش اي مشكله شغله، والبلوتوث والان اف سي والحاجات دي كلها، لان كلهم زي بعض اصلا، كلهم يعتبر بيشتغلوا بنفس الطريقه. حاجه بقى الناس بتاعت الايفون بتخاف تعملها وهي التحديثات، يقول لك لا يا عم انا مش هحدث، ده صاحبي حدث والبطاريه بتاعته او الهيلث بتاع الباتري بتاعته نزلت من 90% ل 89%. عارف ان دي بالنسبه لكم مشكله، بس حدث الموبايل يا باشا. ليه بقى؟ لان كل ما انت تعمل ابديت للموبايل بتاعك او للسوفت وير بتاعك، ده بيعمل اوبتمايزيشن لاستهلاك البطاريه بالنسبه للسوفت وير، يعني السوفت وير بيبقى افضل بحيث ان هو يقلل استهلاك البطاريه. وفي نفس الوقت كل ما تحدث التطبيقات بتاعتك او تحدث الابس بتاعتك اللي هي الابلكيشنز يعني، ده برضو يعني الشركات بتحاول على قد ما تقدر انها تعمل اوبتمايزيشن بين السوفت وير والهاردوير، بحيث ان هي ما تستهلكش اكتر البطاريه، وفي نفس الوقت تديك المهمه اللي انت عايزها باقل استهلاك واقل وقت واقل اداء من الموبايل بتاعك، فاهمني؟ فسواء انت اندرويد او اي او اس، دايما لما ينزل لك ابديت جديد حدثه، لان ده بيعمل اوبتمايزيشن كبير جدا بين السوفت وير والهاردوير. خلي بالك بقى حاجه مهمه جدا، السخونيه بتاعه البطاريه، يا ريت ما تلعبش على الموبايل وهو محطوط في الشاحن، يا ريت ما تعليش البرايتنس بتاعه
الموبايل على الاخر وانت في الشمس او انت جنب حراره، ولما تحس ان تليفونك عالي جدا درجه حرارته عليت، يا ريت تسيبه على جنب يرتاح شويه، لان سخونه الموبايل بتقلل من العمر الافتراضي للبطاريه بتاعتك اساسا. لان زي ما احنا قلنا في الاول ان البطاريه الليثيوم بتبقى عايزه درجه حراره معينه، لا هي عاليه جدا ولا هي قليله جدا، هي عايزه دايما درجه حراره الغرفه او درجه حراره وسط، وهي دي اصلا الحاجه اللي هي معموله عشانها، انها تعيش في درجه حراره طبيعيه. ولو تليفونك سخن يا ريت والنبي ما تحطوش في الثلاجه وتعاملوا معامله الخس والطماطم، لان ده طبعا بيبوظ البطاريه، وفي نفس الوقت اصلا الرطوبه اللي بتطلع من الثلاجه بتبوظ القطع الداخليه للبطاريه، هتبوظ الموبايل بتاعك، هتبوظ الاجزاء الداخليه، هتبوظ البطاريه اللي هي اصلا المفروض ان هي ما تسقعش، المفروض ان هي ما تسخنش جدا، ولا ده ولا ده، المفروض انها تبقى بدرجه حراره الغرفه. فالاحسن لما الموبايل بتاعك يسخن شيل الجراب بتاع الموبايل او شيل الكفر وسيبه يرتاح بس. ولو انت بره البيت والبطاريه بتاعتك نزلت تحت ال 30%، حطه على الباتري سيفنج مود او اللو باتري مود ايا يكن على حسب السوفت وير اللي انت بتستخدمه. ده فعلا بيوفر من البطاريه، لان هو بيقلل استهلاك المعالج للطاقه، وطالما هو قلل استهلاك المعالج للطاقه وحجم مثلا المعالج بتاعك اداؤه يبقى من 100% ل 80%، ده بيوفر معاك جدا في استهلاك البطاريه. وفي نفس الوقت هو بيوقف بعض التطبيقات اللي شغاله في الخلفيه، ويوقف بعض النوتيفيكيشنز اللي بتجيلك على الفاضي وعلى المليان، بحيث ان البطاريه بتاعتك تكمل معاك فعلا الوقت اللي فاضل ده لحد ما تروح البيت وتحطه في الشاحن، مش اي مشكله. ولو وصلت لحد هنا فانا مبسوط منك، انت كده فعلا راجل محترم مهتم ببطاريه تليفونك، مهتم بالموبايل بتاعك وادائه وصحته وقوته وكل الكلام الجميل ده. عايزك بقى تشترك في القناه عشان في فيديوهات ان شاء الله زي دي في المستقبل كتير جدا. بس اهم حاجه تجرب الحاجات اللي قلت لك عليها دي كلها لمده اسبوع على الاقل، ما تجيش مثلا من 10 دقائق تعمل الحاجات دي كلها وتقول لي البطاريه بتاعتي قلت من 100% ل 80% والنصائح بتاعتك ما عملتش اي حاجه. لا، انت ممكن تجرب الموضوع ده لمده اسبوع، بحيث ان انت فعلا تشوف التجربه او تلاحظ هل استهلاك البطاريه بتاعتك قل ولا هو زاد. فانا عايزك تجرب الكلام ده لمده اسبوع وانت هتشوف الفرق بنفسك يعني باذن الله. اعمل لايك بقى واشترك في القناه، ويا ريت تكتب لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه عجبتك في الفيديو. اكتب لي برده في الكومنتات ايه اكتر حاجه بتستهلك بطاريه موبايلك. وبس كده، سلام.